شيخنا الفاضل العلامة عبد الرحمن محي الدين كنت معه في المدينة، فمسك يدي كده طالعين من صلاة الصبح من المسجد النبوي، وبقى يبكي من المسجد لحد ما وصل الموقف بتاع السيارات، وقال لي والله ربنا يسألكم من أهلكم اللي بيموتوا على الشرك ده. قال من ينقذهم؟ من اللي بينقذهم؟ قال لي من الشرك ومن عبادة غير الله، ولا سيما إنه في دعاة للشرك يا جماعة. يعني الشرك لو كان إبليس براه وممشيه وده موضوع ودي مصيبة، لكن إبليس عنده أعوان من شياطين الإنس البشر الشياطين زي شيوخ الصوفية ديل ودعاتهم قاعدين ينشروا الكلام ده، بل قالوا لهم المطر ذاته إذا سألت الله ما بنزله، لكن شيوخ الطرق الصوفية لما تدفع لهم البياض هم اللي بينزلوا المطر، زي ما قال الفاشل الدكتور الخنجر وغيره، وده دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية يقول غير الله بينزل المطر قد توحيد الربوبية الذي نجح فيه أبو جهل وأبو لهب قبحهم الله جميعا. شوفوا الكلام ده كيف. فالله بيسألكم من الكلام ده، ما تخافوا في الحق لومة لائم، والله ربنا يسألنا يسألنا من الناس الماتوا على الشرك والماتوا على التصوف والماتوا على السحر وعلى الدعوة الباطلة دي. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نموت على التوحيد. من مات على التوحيد هذا هو كما قلنا، أليس كذلك؟ إيش قال الإمام آخر شيء؟ قال ومن مات من أهل القبلة موحدا. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد وعلى ذكره، ويختم لنا خاتم السعادة يا رب العالمين، وأن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة. والله نسأله ليل نهار ذلك، ونستقيم على أمره يا إخوتاه. وأوصيكم وأذكركم بتقوى الله جل وعلا في جميع الأمور، والإنسان يحافظ على لسانه ويحافظ على جوارحه ويحافظ على أمواله، لا ينفقها فيما حرم الله، ويحاول كل يوم أن يتصدق أن يتقرب. هذا يدل على لين القلب وإصلاحه مهما قل. والله لو خبز وتميز وفول تعطي الله أو ريال أو ريال، المراد يكون قلبك مع الفقراء والمساكين، هكذا يكون قلبك لين. والله الراحمون يرحمهم الرحمن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. وكان الرسول أجود الناس وأكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه.